بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، لا يسعني باسم الخالص وباسم الحركة الجمعوية الفاعلة ببلدية حسي بحبح إلا أن أتقدم بالتهاني الخالصة إلى إخواننا وآبائنا وأمهاتنا وأخواتنا الحجاج والحاجات الذين هم في موعد مع أداء مناسك الحج هذا العام، وأقول لهم هنيئا لكم وألف مبروك. اليوم أردت أن أتكلم على موضوع خاص بهذه المناسبة. اليوم قام بعض الأئمة الأفاضل حفظهم الله بإلقاء دروس حول كيفية أداء مناسك هذا الحج للحجاج في مسجد زيد بن ثابت ببلدية حسي بحبح. يعني أنا كشاب لا بد علي أن أبدي ملاحظة بخصوص هذا الموضوع. ملاحظة أنه مثل هذه الدروس وإن تقدم بعض الشيء وبعض التوضيحات إلا أنها غير كافية وللأسف، لأنه من الصعب جدا أن يفهم الحاج أو الحاجة، خصوصا الذين لم يسبق لهم زيارة البيت الحرام، يعني فهم هذه الأركان ولأن الميدان والواقع يختلف عن الكلام. إذن أنا أقترح، وهذا اقتراح موجه إلى السيد وزير الشؤون الدينية، إن تفضل أن يكون هناك حج أبيض، أي تكون هناك مجسمات، يعني حج أبيض كما هو معمول به في بعض الدول الإسلامية، أنه يحتشد الحجاج في مكان معين وتجسد هذه المناسك على الميدان، ويكون هناك حج أبيض، ويقوم أحد الأئمة بأداء مناسك الحج أمام أنظار الحجاج. يعني هذه فكرة أرجو من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن تأخذها بعين الاعتبار لتسهيل لآبائنا، وخصوصا الذين لا يقرؤون ولا يفهمون وأغلب المناطق معنا فيها الجهل وفيها لا غالب. يعني بعض الآباء حفظهم الله معناها غير متعلمين معناها، ولهذا أرجو أخذ هذه الفكرة بعين الاعتبار. عندي ثاني نصيحة أخرى لسكان بلدية حسي بحبح، لأبنائنا. الكل يعلم ما حدث يوم الأربعاء هذا الماضي، ارتطام بعض الدراجات النارية بمركبات في مختلف الأماكن. يعني يوم الأربعاء الماضي على ما أظن أنه شهد 7 حوادث مرور، أغلبها من أصحاب الدراجات. اليوم وللأسف أو البارحة توفى شاب، وهو الشاب العروسي رحمه الله. وبهذه المناسبة الأليمة نتوجه إلى أهله بتعازينا الخالصة، وألهم ذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. يعني بهذه المناسبة الأليمة علينا أن نتعظ يا جماعة الدراجات. ربي يحفظكم، التزموا بالقواعد والقوانين اللي تحميكم أثناء السياقة. أولا أهم القاعدة هي لكاسك، لازم نديروا لكاسك تواكم، لكاسك ضروريين، لأنه أغلب الضربات الخطيرة هي التي تقع في المخ، يعني تحدث أموراجي، نزيف، يعني هذه تؤدي إلى الموت مباشرة، إلا من رحم ربك، إلا إذا كان ربي مطول العمر. يعني للأسف مثل هذه الحوادث المرور باستطاعتنا نستعمل الدراجة في حدود المعقول. السرعة، خفض السرعة يا سيدي، هذه السرعة
المفرطة. لماذا هذه السرعة المفرطة؟ لماذا؟ يرحم والديكم. لتجنب محاولة تجنب الطرقات هذه اللي تنتشر فيها كثرة السيارات. يمشوا في الطرقات اللي معناها فرعية، ما يمشوش في الطريق الوطني رقم 1 أو الطرق التي تعج فيها رغم أنه السيارات يعني كثر ثاني كذا، لكن دائما تخفيض السرعة ولبس الكاسك هذاك أو واقية الرأس هذاك، هذه حاجة مليحة ثاني. بالإضافة إلى دور المجتمع، يرحم والديكم، تناصحوا. التناصح بينكم راه رحمة. كي تشوفوا واحد يسوق في دراجة بدون واقية، انصحوه. الوالدين كذلك، الوالدين هذا ما تشجعوش أولادكم على ركوب هذه الدراجات في سن صغيرة، في سن متأخرة، 17 كذا شوية لا زال الجسم أو البدن غير قادر على التحكم في آلة، سورتو إذا كانت دراجة كبيرة الحجم وقوية التدافع. يعني والله العلي العظيم أنا هذه النصائح نقدمها. بالإضافة إلى الأمن كذلك، لازم شد الحزام. الأمن ثاني كذلك عنده دور. المجتمع، الإمام، المدرس، الأسرة، كلنا يجب أن نتجند من أجل الحفاظ على أرواح أولادنا. أنا هذه اليوم نصيحة أردت أن أقدمها لله في سبيل الله. يعني أرجو من المجتمع أن يتجند جيدا من أجل الحفاظ على أرواحنا، لأن الأرواح غالية، ولأن الندم في الأخير لا ينفع. اليوم راكم لاحظتوا جنازة هذا المرحوم، حشد كبير من أهله وأصحابه وأصدقائه ومعارفه. يعني والله العلي العظيم وضع مؤلم. يعني نتأسفوا على كل حادث مرور يحدث لأسباب بسيطة، السرعة والواقية، خصوصا واقية الرأس. وش ما تدي حتى وقت، معنا ان بو دو طون، معنا واش ديرها معليش. حتى الصيف السخانة وكذا، انا عارف هي يشعر الإنسان بالضيق منها، لكن هي ضرورية. ان شاء الله كما يقول لك عندها فوائد كثيرة، فوائد كبيرة. غير أنا في الأخير أوجه شكري الخالص إلى كل من سيساهم، وإلى كل من يستوعب هذه النصيحة ويعمل بها إن شاء الله. وإن شاء الله ننطلقوا جميعا من أجل الحفاظ على هذه الأرواح اللي راها تسقط يوميا بسبب حوادث المرور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.